نجاح الحقن المجهري مش بس خطوة طبية، ده استعداد كامل. لما يوصل الزوجين لمرحلة الحقن المجهري بيكونوا مشيوا في طريق طويل، في تعب وانتظار، تحاليل، أمل كبير في لحظة يسمعوا فيها كلمة مبروك الحمل حصل. لكن الحقن المجهري مش مجرد إجراء بسيط، ده نجاحه مرتبط بعوامل متعددة، بعضها طبي، بعضها نفسي، بعضها اجتماعي. فإيه أهم العوامل اللي بتساهم في نجاح الحقن المجهري؟ أولا الحالة الصحية للزوجين، سن الزوجة، العمر الأصغر يعني جودة بويضات أعلى وده بيرفع نسب النجاح. مخزون البويضات، عدد البويضات وكفاءتها بيأثر على النتيجة. وضع الحيوانات المنوية، العدد والحركة والتشوهات لها دور كبير في عدم وجود مشاكل مزمنة زي السكر أو أمراض المناعة. جودة البويضات والأجنة، كل ما كانت البويضة ناضجة وجودتها كويسة كل ما زادت فرصة التخصيب الناجح. الجنين لما يوصل لمرحلة البلاستوسيست اليوم الخامس بيكون أقوى في الالتصاق بالرحم عن اليوم الثالث. اختيار توقيت المناسب حسب الحالة بيكون عامل حاسم في نجاح الحقن المجهري. ثالثا الاستعداد النفسي والهدوء الداخلي، القلق الزايد والتوتر بيأثروا على الهرمونات وعلى قابلية الجسم لاستقبال الجنين. الراحة النفسية، الثقة في الطبيب، الدعم العاطفي من الشريك والأسرة بيكون لهم دور كبير ودور حقيقي. عدم الانشغال بالنتيجة والتركيز على الرحلة بيساعد الجسم على الاستجابة. رابعا التغذية ونمط الحياة، وجبات صحية فيها بروتين، الحديد، الفيتامينات. فترة التحضير بيكون مهم جدا، الابتعاد عن التدخين، الكافيين المفرط. خامسا متابعة دقيقة مع الفريق الطبي، اختيار الدكتور والمركز له خبرة وكفاءة بيكون عامل حسم كبير في نجاح الحقن المجهري. الالتزام بالمواعيد والجرعات بدقة، إجراء الفحوصات اللازمة بشكل منتظم. أما الخطوة الأهم إن الأمل الحقيقي بيجي من الثقة في الله، الدعاء الصادق، والاستسلام الواعي لقضاء الله. يمكن تستغربوا بس دايما بقول لحالات الحقن المجهري الدعاء في كل صلاة وركعة: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. التمسك بالصدقة حتى لو كانت بسيطة، لأن الدعاء والصدقة مفتاح الاستجابة. لأن في حالات بتنجح رغم إننا بنكون متوقعين نسبة فشل عالية، وعلى النقيض حالات بتفشل رغم كل التحضيرات والثقة إنها تنجح. وفي النهاية نجاح الحقن المجهري مش رقم ثابت، لكن منظومة كاملة من العلم والصبر. وكل زوجين داخلين على التجربة دي يستحقوا كل الدعم وكل طمأنينة وكل دعوة خالصة بالفرحة القريبة.